فيلمنا بيحكي عن ممثلة مشهورة بتموت فجأة في الحمام، ولما بتدخل التلاجة بيشوفها ممرض مريض وبيحاول يعمل معاها البونجا بونجا. شوف القادر. بس أهم حاجة عزيزي المشاهد، ما تنساش تتابعني على صفحة ناروتو الجديدة علشان تتفرج معانا على كل جديد، وتعمل لايك وشير للفيديو، وتقولي تحت في الكومنتات ايه رأيك في قصة الفيلم، وتحب المرة الجاية نتكلم عن فيلم ايه. بيبدأ فيلمنا بوفاة ممثلة مشهورة اسمها أنا فليكس، بس بغض النظر عن اسمها ولكن هي بطل قوي بصراحة في أفلامها، بطل في أفلامها. أرجوك عزيزي المشاهد اوعى تفهمني صح. وبيكون سبب الوفاة مش معروف، ولكن بنعرف إن هي ماتت في الحمام، وبتيجي الشرطة علشان تاخد جثتها وتوديها المشرحة. وبعدها بنشوف ممرض اسمه بو وهو واخد الجثة لتلاجة الموتى، ولما بيوصل لغرفة التلاجة بيشيل الغطا من على وشها وبيفضل يصور في الجثة وهي زلطمة. وبعدها بنشوف شابين وبيكونوا صحاب الممرض بو، بيكون واحد اسمه ايفان والتاني اسمه جابي، وبنشوفهم وهم داخلين المستشفى وبيسألوا عليه، وبيروح لهم وبيحكي لهم عن خبر وفاة الممثلة. لا ومش بس كده، وبيوريهم صورها وهي مالطة، وبنشوف ان الصور عجبت ايفان وجابي. وبعدها بيخرجوا بره المستشفى علشان يشربوا مخدرات. بيطلب ايفان من بو انه يروح معاه حفلة رقص، بس بيرد عليه بو وبيقول له ان هو مش هيقدر يروح معاه علشان هو عنده شغل، وبيقول له كمان ان هو مش هيقدر يعتذر من رئيسه في العمل، وده لانه هو لوحده في اليوم ده مسؤول عن ثلاجة الموتى. فبيفضلوا ايفان وجابي يضحكوا ويفضلوا يقولوا لبو ان هو هيفضل لوحده مع الممثلة طول الليل في الثلاجة. وفي الاخر بيطلب ايفان من بو ان هو ياخده معاه ثلاجة الموتى، فبيوافق بو وبياخدهم على المستشفى، وبيكون واخد الموضوع هزار، بس بيلاقي ايفان جد في كلامه، وبيبقى بو خايف ان حد يشوفهم، بس بيطمنوا ايفان وبيقولوا ان هو هيتصرف كانه ضابط شرطة. فبيطلبوا منهم ان هم يكونوا هاديين ويمشوا وراه بالراحة، وبعدها بيدخلوا التلاجة. بس بنشوف جابي خايف، ولكن ايفان بيطلب من بو ان هو يكشف عن الجثة، فبو بيطلع لهم جثة من التلاجة وبيكشف لهم بو عن الجثة، وبتطلع ست عجوزة. فبيتجازوا بيغمضوا عينيهم وبيكونوا قرفانين جدا من المنظر، وبيقولوا له ايه يا عم الهزار ده، وبيفضل بو يضحك عليهم. وبعدها بياخدهم على جثة الممثلة الحقيقية وبيكشف عنها، وبيفضلوا يقولوا ان هي جميلة جدا، واللي يشوفها يقول ان هي نايمة مش ميتة. وايفان بيكون معجب بالممثلة كده علشان جسدها عريان قدامه، وبيفضل يصور فيها. وفجأة تبدأ مشاعر ايفان تتحرك من ناحية الممثلة، وبيكون عاوز يعمل معاها بونجا بونجا ومش فارقة معاه لو هي ميتة. فبيقول له جابي ان هي ميتة وان اللي هو عاوز يعمله ده اسمه قرف. وبنلاقي جابي عمال يرجع من كتر اللي ايفان بيفكر فيه، فبيطلعوا ابوه بره غرفة التلاجة. وفي الوقت ده بيكون ايفان والممثلة بس هما اللي في التلاجة، والشيطان تلتهم. وصدقني عزيزي المشاهد انا مش عارف ازاي، بس المخرج اللي عاوز كده. ولما بيرجع ابوه بيبص من الباب بيلاقي ان ايفان بيعمل بونجا بونجا مع جثة الممثلة، وبيكون بو في حالة ذهول من اللي ايفان بيعمله. وبعد ما ايفان بيخلص بيدخل بو وبنشوفه وهو بيرجع جثة الممثلة لمكانها، ولكن بيفضل يبص عليها لحد ما مشاعره بتتحرك هو التاني وبيعمل معاها البونجا بونجا. وهنا بقى بنتفاجئ ان الممثلة فتحت عينيها بس مش قادرة تتحرك ولا قادرة تعمل حاجة لان جسمها متلج. وفي اللحظة دي بيتخض الممرض بو وبيقع على الارض تقريبا كده قطع خلف من الخض، وساعتها بيصرخ وبيخشوا له اصحابه بيكونوا مصدومين، وبيتحكم ايفان باعصابه وبيقرب من الممثلة وبيلاقي ان هي مش قادرة تتحرك، وبيقول لاصحابه ان هم يجيبوا لها كوباية مية، بس ساعتها مش بيتحركوا لان هم بيكونوا لسه تحت تأثير الصدمة. فبيروح هو علشان يجيب المية، وبعدها ايفان بياخد جابي وبو لأوضة تانية، وبيكونوا خايفين ان هم يتفتحوا والشرطة تعرف ان هم اعتدوا على بنت، وخصوصا ان هم اعتدوا على ممثلة مشهورة، وبتبدأ التوقعات تنط في دماغهم وايه اللي هيحصل لهم، وممكن الاعلام يتكلم عنهم والقانون يحكم عليهم بالاعدام. فبيقول لهم جابي ان هي حاليا في حالة صدمة واكيد مش هتفتكر اي حاجة من اللي حصل، بس بيقول له بو ان هي شافته وهو بيعمل معاها البونجا بونجا. وبيقول لهم ايفان ان الناس كده كده عارفين ان هي مش عايشة، وبيقترح عليهم ان هم لازم يخلصوا عليها، بس بيكون جابي مش راضي وبيرفض، وبيقول لهم ان جريمة زي دي هتوديهم في 60 داهية. وبيكون جابي هو الوحيد اللي ما عملش مع الممثلة دي البونجا بونجا، وبيروح علشان يخرجها من غرفة التلاجة، بس بيمنعوا ايفان وبيقولوا ان هو مش عاوز يخش السجن وان من الاحسن ان هم يتخلصوا من الممثلة. بيكون جابي عمال يقول لنفسه هو الواد قلبه ميت كده ليه، وبنلاقي الممثلة عرفت تتكلم وبتفضل تترجى ايفان ان هو ما يقتلهاش ويخرجها من التلاجة. وبنشوف جابي وهو رايح يطلعها، وايفان بيكون شايف ان مفيش فايدة في الكلام، فبيفضل يضرب في جابي، وطول الوقت بو بيحاول يحوش ما بينهم، ولكن بيكون جابي خلاص مات في ايده. وبيفضل الممرض بو بيعيط، ولكن ايفان بيحاول يهديه. وفي الوقت ده ايفان بيكون عاوز يخفي جثة جابي صاحبه، فبتطلب منهم الممثلة ان هم يخرجوها من التلاجة، وهي مش هتتكلم ولا كأنها شافت اي حاجة من اللي حصل. فبيقول ايفان لبو سيبك منها، وبيطلعوا بره
غرفة التلاجة وبيقول له ان هو لازم يركز لان هو اي حاجة هيسيبها تكون دليل عليهم وساعتها هيقضوا باقي حياتهم في السجن. وبيقول له كمان ان كل اللي بيعملوه دلوقتي اكيد الشرطة هتحقق فيه وان اهم حاجة لازم يعملوها الليلة دي ان هم يتخلصوا من الممثلة دي خالص. وبعدها بنشوف ان الممثلة خلاص قدرت تحرك جسمها وبتوقع نفسها من فوق السرير وبتفضل تزحف على بطنها لحد ما تقرب من جيبي وبتاخد منه التليفون بتاعه. وبنرجع تاني لإيفان وبيكونوا بيعملوا خطة محكمة علشان ما يسيبوش أي دليل وراهم. وبيدخلوا لغرفة التلاجة وبيشوفوا الممثلة ماسكة التليفون بتاع جابي وقالت له إن هي اتكلمت مع أبوها وقالت له إن هي عايشة. وهنا بقى بيتصدم بو إيفان وبيفتكروا إن هي اتصلت بالشرطة وإنهم كده خلاص هياخدوا تأبيدة. وبعدها بيرن التليفون وبيعرف إيفان إن هي ملحقتش تتصل بحد وساعتها بيطمنوا هما الاتنين. وبيقول إيفان لبو إن هو يربط الممثلة كويس في السرير والممثلة بتفضل تترجاه إن هو ما يعملش كده وإن هو كده هيودي نفسه في داهية وإن هو ما عملش حاجة وإن هي هتبلغ عن إيفان وبس. وبتقول له ان ايفان هيقتله هو كمان لانه هو شاهد عليه وبتقول له ان هو هيساعدها وهو مش هيحصل له حاجه. بس بنلاقي بو خايف من ايفان وبيلزق بقها باللاصق وبنشوف ايفان واخد جابي في صندوق الزباله وبيطلعه بره المستشفى ورماه في مقلب الزباله اللي جنب المستشفى. وفي الوقت ده بنشوف بو بينظف غرفه التلاجة من دم جابي وبنشوف الممثله وهي بتحاول تفك اللزق اللي مربوطه بيه وبتقع على الارض وبتزحف على بطنها لحد ما بتخرج من بره غرفه التلاجة وبتعرف تقف على رجلها بس بتقع تاني وبتدخل الاسانسير. وهنا بقى بتطمن ان مفيش حد هيعرف يلحقها وفجأة بيطلع ايفان وبيشدها من رجلها لحد ما بيرجعها لغرفة التلاجة تاني. فبو بيجيله جري وايفان بيقوله ان هو لازم يجيب له مخدة لان هما بعد تفكير عميق ملقوش حل غير ان هما يخنقوها ويموتوها. وبيخنقوها مع بعض وبيطلع ايفان يبص على طرقة المستشفى علشان لو في حد وبيروح بو ينظف التلاجة وبيمسح جسم الممثلة من اي بصمات ليهم وبينظف السرير وبيرجع كل حاجة زي ما كانت ولا كأن في اي حاجة حصلت. وبيقفل النور وبيكون خلاص مروح بس بيسمع صوت الممثلة وهي بتعطس. ايوه شكل الممثله كده ب7 ارواح. وهنا بقى بيعرف ان هي لسه ما ماتتش فبيقترح عليها ان هي تعمل نفسها ميته علشان ايفان لو اكتشف ان هي حيه هيخلص عليها. وبيدخل ايفان غرفه التلاجة وبيتاكد ان مفيش اي دليل وبيمشوا من التلاجة وبيروحوا للاسانسير. بس ايفان بيكتشف ان هو نسي مفاتيحه في التلاجة وبيحاول بو ان هو يمنعه يدخل التلاجة تاني بس بيكون ايفان مش فاهم بو بيمنعه ليه. ولما بيدخل التلاجة بيلاقي الممثله واقفه وبتلبس هدومها فبيعرف ان بو هو اللي سابها عايشه. هو بيفضل يضرب فيه ولكن قبل ما يموته بنشوف الممثله ماسكه سكينه وبتغز ايفان في رقبته وكمان بتغزه في ظهره وبكده بيموت ايفان. والممثله بتفضل تبص لايفان وبتكون مبسوطه جدا ان هي قدرت تنتقم منه. هو بيقف فوق قدامها وبيشكرها ان هي انقذته وبيتاسف لها على اي حاجه هو عملها معاها. بس هنا الممثله بتكون خلاص تقريبا كده اتجننت رسمي وبتقتل بو كمان. وبعدها بنشوف الممثله قاعده على الارض وهي منهاره وبتعيط وبكده بيكون انتهى الفيلم. ما تنساش بقى عز المشاهد انك تشجعني وتعمل لايك للفيديو وتعمل شير عشان نوصل لأكبر عدد ممكن من الناس وتنزل تقولي تحت في الكومنتات تحب المرة الجاية نتكلم عن فيلم ايه وايه رأيك في قصة الفيلم ده.